تخيل معايا المشهد. راعي غنم إثيوبي في مرتفعات كافا كيلاحظ أن الماعز ديالو كيقفز وكيبقى ناشط بزاف من بعد ما كياكل حبوب حمراء من واحد الشجرة. استغرب، جمع شوية ومشى عند الراهب ديال القبيلة، ومن تما بدا واحد من أعظم المشروبات اللي عرفهم تاريخ البشرية، القهوة. هذه أسطورة مشهورة وراه كتقودنا اليوم نغوصو في العالم العميق والراقي ديال القهوة. واش بصح كاين شي قهوة كتوصل حتى ل1000 دولار للكيلو؟ دابا غادي تعرف الجواب الكامل، ولكن قبل كل شي دير لايك واشترك في القناة، حيت الرحلة بدات والرائحة ديالها كتفوح بنكهة القهوة. القهوة ماشي غير مشروب، القهوة حضارة. من إثيوبيا بدات القصة، ومن تما مشات لليمن، ومن بعد لكل ركن في العالم. ولكن واش كل القهوة هي فعلا قهوة؟ لا، كاين أنواع كتسوى الذهب، وكاين اللي غير سائل بني كيعطيك كافيين بدون روح. نبداو بأشهر أغلى أنواع القهوة، كوب لواك. كتجي من إندونيسيا، واللي كيخليها غالية هو الطريقة الغريبة ديال الإنتاج. كائن صغير سميتو الواك كياكل الحبوب وكيخرجها في البراز ديالو، ومن بعد كيتغسلو وكيتحمصو. غريبة ياك؟ ولكن الذوق نادر وفاخر. قهوة الجبل الأزرق من جامايكا، كتنبت في مرتفعات ضبابية، كتعطينا ضرابة متوازنة ومذاق نقي بحال نفس الجبل. قهوة جيشة من بنما، هذه فن في ذوقها، فيها روائح الورد، الشاي، الشوكولاتة. لكن الجودة ماشي غير في الحبة، كاين حتى في طريقة التحضير ومراحل التصنيع. أولا الحصاد، كيتجمعو الحبوب وحدة باليد، كيتجمعو الحبوب حبة بحبة باليد فقط اللي ناضجة. ثانيا التجفيف تحت الشمس وبحساب باش الزيوت والنكهات تبقى فيها. ثالثا التحميص، هنا السر الحقيقي، كاين الخفيف المتوسط، كاين الغامق، وكل وحدة عندها الشخصية ديالها. رابعا الطحن والتحضير، وكل نوع قهوة عنده طريقته، كاين اسبريسو، في 16، فرنش برايس، سايفون. كل وحدة كتبدل النتيجة ديالها، كل وحدة كتبدل النتيجة ديالها. الفرق ما بين القهوة الرخيصة والفاخرة، الرخيصة كتكون مطحونة قبل ما تشريها، فقدات النكهة، وحبوبها كتكون مخلطة بحبات خايبين ماشي هما هادوك. أما الفاخرة كتشرب قصة، كتشرب عناية، كتشرب نكهة مستحيل تلقاها في شي مكان عشوائي، واخا تكون مزروب، واخا تكون خدام. القهوة ماشي غير حاجة كتشربها وتزيد، القهوة هي لحظة كتوقف فيها الوقت، وكتعطي لذوقك فرصة يستمتع. كتب لينا في التعاليق شنو هي القهوة اللي كتفضل، عربية أم تركية أم إسبريسو ولا شي نوع فاخر. وإلا كنتي باغي شي حلقة جديدة نوريك كيفاش تختار القهوة اللي تناسبك ما بين الأنواع، كتب أنا مهتم. كان معكم عبد الغافور المساري، نلقاكم في الحلقة الجاية. خذوا نفس ورجعوا تشربوا القهوة ديالكم بعين شديدة. السلام عليكم.